النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي لولادنا. هنعمل النهاردة بطاطا بطريقة مختلفة ولذيذة وهتعجب ولادك جدا. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. معايا دلوقتي كيلو بطاطا، ده كيلو بالظبط يا جماعة. انا غسلته كويس قوي، كنت نقعه في مية وبعدين غسلته، وبعدين هبدأ ان انا اقشره، وبعد ما قشرته هبدأ اقطعه قطع، اي قطعة انتي عايزاها زي ما انت شايفة كده. وبعديها هجيب طاسة هنزل بيها بقطع البطاطا اللي انا قطعتها، وهرش عليها سكر. السكر بقى حسب الرغبة، انا ما بقيتكيش ان انتي تحطي سكر قد ايه، بس انا بحب ان انا الفها بالسكر وبعد كده احطها على النار. وحطيت معاها مكعب زبدة، وهحط عليها نص كوباية مية، بس انا بعد كده احتجت نص كوباية كمان، يعني انا كده حطيت عليها كوباية مية. هقلب المكونات كده مع بعض لحد ما البطاطا بتاعتي تتهري خالص، تدوب. سبتها طبعا زي ما انتم شايفينها كده، سبتها ان هي بقى تستوي كويس مع بعض. وهعمل دلوقتي معاكي حاجة احلى من القشطة الكدابة. هي لا قشطة كدابة ولا كريمة، هي حاجة كده طعمها خيال، طعمها يوديكي في حتة تانية بجد. انا معايا دلوقتي كيلو لبن، خدت منه كوباية واحدة بس، وبقيت الكيلو قدامك دلوقتي اللي انا بستخدمه. حطيت عليه معلقتين كبار نشا قبل ما يبدأ يسخن، دوبت النشا فيه، وبعدين حطيت عليه سكر حسب رغبتك برضو، وبعدين حطيت عليه رشة فانيليا. واللي قدامك دي دلوقتي معلقة كبيرة قشطة. حاجة كده طعمها بجد تحفة، هيعجبك قوي قوي قوي. هتحسي ان البطاطا دي حاجة احنا ممكن نشتريها من بره بسعر خيالي. حطيت عليها طبعا مكعب زبدة، هو مكعبين بس هيدوم طعم، هتدوبي فيها كده، هيعجبك قوي. يعني انا اعملي الحاجه التركيبه اللي انا حطيتها دي على بعض، هتخلي بصي يعني هتدوبي وانتي بتاكلي حته البطاطا كده وعليها الكريمه دي من على الوش. انا طبعا ما تخنتهاش عن كده، علشان خاطر انا لما هسيبها تبرد قبل ما استخدمها هي هتتقل تاني معايا. كده البطاطا شوفوا يا جماعه استوت ازاي. حطيت عليها رشة فانيليا بس نسيت اصورها، وبعدين نزلت عليها بكوباية لبن. هقلبها كويس مع بعض لحد ما تشرب اللبن قدامك. يبقى انا حطيت على البطاطا دي مكعب زبدة، سكر، حطيت رشة فانيليا، حطيت كوباية لبن في الاخر بعد ما استوت كويس. شوفوا دايبة خالص ازاي. طبعا الكريمة انا عملتها على جنب، سبتها تبرد. دي صينية مقطعة فيها قطع زبدة صغننة قوي، يا دوبك بس دهنتها بيها، ونزلت بالبطاطا بتاعتي بعد ما استوت كويس. طبعا انتوا شايفينها سخنة جدا قدامكم اهي. هحاول ان أنا اسيبها تبرد بسيط قوي، يعني تهدى كده، علشان انزل عليها بالكريمة بتاعتي. احلى من البطاطا بالبشاميل، واحلى من البطاطا بالكريم كراميل اللي كله بيعملها دلوقتي. اعمليها بالطريقه دي، هتحسي ان هي حاجه غير البطاطا، حاجه احلى واعلى والتست بتاعها عالي جدا وطعمها خيالي بجد يا جماعه. انا خلاص كده هوزع بقى الكريمه بتاعتي من على الوش، وهسيبها تهدى بس خالص، وبعد كده هدخلها الفرن. هقيد عليها من فوق بس عشان تاخد لون وتاخد وش لونه احمر زي اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده. طبعا الولاد كانوا مستعجلين وعايزيني اقطعها باي طريقه، وانا المفروض ان انت تسيبيها تبرد عشان تطلع معاكي قطعه زي ما انتوا شايفينها كده سخنه. بصوا سخنه ازاي. هما طبعا ما كانوش صابرين، فانا اضطريت ان انا اصورها علشان هما كانوا عايزين ياكلوها. بس بصي دايبه ازاي، خطيره هتعجبك قوي. ولو انتي عايزاها قطعة سيبيها تبرد خالص، هتطلع معاكي قطعة. البطاطا من تحت وعليها الكريمة من فوق هتبقى جمدت معاكي، هيبقى شكلها تحفة. لو انتي هتقدميها لحد هيبقى شكلها جميل قوي. اشتركي في القناة، فعلي زر الجرس، ودوسي لايك للفيديو، وقولي رأيك في الكومنتات.